كاين واحد الإحساس كلنا عايشينه، ولكن قليل اللي كيفهمو. كنحسو بيه منين كنحبو، منين كنخسرو، ومن حتى منين كنكونو بوحدنا، اللي هو تعلق كيخليك تحس بالأمان، ولكن في الحقيقة هو اللي كيخلق الخوف في الداخل ديالك. والمفارقة نفس الحاجة اللي كتقدر تخليك مزيان هي نفسها اللي تقدر تحطمك. اليوم غادي نفهمو هاد اللعبة كاملة، العلاقة ما بين التعلق والتخلي والمعاناة. شنو هو التعلق؟ التعلق راه ماشي غير إحساس عادي، راه التعلق هو أنك تعطي قيمة كبيرة لشي حاجة خارجة عليك وكتربط بها راحتك النفسية، سواء كانت إنسان ولا مكان ولا أهداف أو حتى شي عادة سلبية. بمعنى إذا كانت هاد الشي كل شي اللي ذكرناه موجود عندك فأنت كتحس بخير، وإلا مشات فأنت كتطيح، وهنا كيبدا الخطر، حيت انت ما بقيتيش حر. تخيل معايا شي واحد ربط سعادته بالنجاح، إلا نجح راه فرحان، وإلا فشل محطم. واش المشكل في الفشل؟ لا، المشكل كاين في التعلق بالنجاح. علاش كنطيحوا في التعلق؟ هذا هو السؤال الكبير. علاش الإنسان كيتعلق؟ حنا بطبيعتنا كبشر كنقلبوا على الأمان، كنبغيو شي حاجة تكون ثابتة، ما كتبدلش، ما كتخليناش. ولكن الحياة سبحان الله ما فيها حتى شي حاجة ثابتة، كلها متغيرة، وهذه سنة الكون. هنا فاش كيوقع الصراع ما بين الرغبة ديالنا في الثبات وعدم التغيير، وطبيعة الحياة اللي هي أصلا متغيرة ومتجددة. كاينين أنواع كتيرة من التعلق. التعلق ماشي غير نوع واحد، كاين التعلق بالماضي، كاين اللي كيبقى عايش في ذكريات وكيقول علاش تبدلت حياتي، وديما عايش في المقارنة ما بين الماضي واللحظة اللي هو عايش فيها. وكاين تعلق بالأهداف، كتربط قيمتك بالنتائج، وهذا الشيء راه كيسبب خطر بحد ذاته على النفسية ديالك. كاين التعلق بالصورة، كيفاش الناس كيشوفوه، خايف دائما ديك الصورة لا تهز أو تطيح في مناسبة أو غير مناسبة، دائما عايش في تهديد. كاين حتى التعلق بالألم، بعض الناس كيولفوا الحزن لدرجة أنهم إلى فرحوا كيخافوا كيرجعوا يسدوا عليهم في هذاك الحزن، كيقولوا راه شي حاجة الله أعلم غادي توقع، وكيبقاو تماك في ديك الدائرة المنغلقة والحزينة والكئيبة. المشترك بين هذه الأنواع كلها من التعلق هو الخوف من الفقدان، كلهم خايفين يفقدوا شي حاجة. التعلق إذا كان بهذه الطريقة فهو كيعذبك، فمنين كتعلق كتولي باغي تحكم في الحياة، كتبغي كل شيء يبقى زوين وكيف ما هو، كتبغي الناس ما يتبدلوش، كتبغي الظروف تبقى مستقرة. ولكن ملي كتبدل الأمور كتقلق، كتوتر، كتألم، كتحس بأنك عايش في تهديد. هادشي كله علاش كيوقع؟ وشنو السبب اللي كيخليك تعيش في هذا الصراع؟ حيتاش كاين أصلا صراع داخلي ما بين أشنو اللي بغيتي
واشنو اللي واقع. وخاصك تعرف راه كل ما كان تعلق أكبر كل ما كان الألم أكبر، كل ما كليتي الدقة فوق الراس صحيحة، وكل ما زدتي الهاوية أكتر. فاش كتفقد شي حاجة اللي هي الصدمة، واللي في أي لحظة راه كتفقد داكشي اللي كنتي متعلق به. يمكن تكون خدمة، ويمكن حلم، ويقدر يكون حتى مرحلة من حياتك. باش كتحس؟ راه غادي تحس بحال إلا كل شي سالا في حياتك، ولكن الحقيقة اللي خاصك تعرفها ان راه ماشي داكشي كيوقعلك حيت داكشي ضروري بالنسبة لك في حياتك، ولكن راه انت بنيتي راسك عليه، عطيتيه واحد القيمة وواحد لا فالور، ونفختي فيه وكبرتي فيه ترجع كبر من القيمة ديالك. استغفر الله العظيم، كاين اللي كيأله ديك الحاجة او لا داك الشخص حتى كيولي ما خصو يقول ليه ربكم الاعلى. واي حاجة بعيدة على الله سبحانه وتعالى انك ألهتيها وعطيتيها اكثر من الحجم ديالها، فاعلم انها غادي تجي فوق راسك، هي اللي غادي تحطمك، وهي اللي غادي تستنزفك، وهي اللي غادي تضربك، وهي اللي غتجيب لك الكاو. الحقيقة الصادمة اللي غنقول لك واسمع مزيان، المشكل ماشي في الفقدان، راه المشكل كاين في التعلق قبل الفقدان. حيت كنتي حر من الداخل ديالك وما ربطتيش قيمتك بأي حاجة، أي حاجة كتمشي ما غاديش تهرسك، انت دائما واقف على رجليك، حتى حاجة ما غادي تهزك وحتى حاجة ما غادي تزحزحك، لأنك خاصك دير في بالك حاجة واحدة، أي حاجة تقدر تضيع خاصها ما تحكمش فيك. خاصك تعرف بأن التخلي راه ماشي ضعف، التخلي هو أنك تقول أنا أقوى من أني نكون مربوط بشي حاجة. خاصك تقول بأن قيمتي أنا أعلى من ديك الحاجة، أنا كإنسان كرمني الله، ما غاديش نربط قيمتي لا بأهداف ولا بمكان ولا بإنسان. اللي بغاني كما أنا، داك المكان إلا ما كانش كيزيدني واحد القيمة مضافة في حياتي ما عندي ما ندير به. دوك الأهداف إلا ما كانوش كيخدموني وزادوا بيا نحو التطور والقدام ونحو السكينة والراحة والسلام الداخلي ما عندي ما ندير بهم. هذيك العادة اللي أنا كنديرها يوميا وما وصلت بها حتى شي نتيجة، سواء وغالبا كتكون عادة سلبية، نخليها، ما عندي ما نبقاش هاد فيها طالما كتهلك ليا صحتي، طالما انها ما كتزيدش بيا القدام، ما كتطورنيش لشي حاجه زوينه، نتخلى عليها. التخلي راه هو حريه، حيت منين كتخلى كتحرر راسك من الخوف اللي كيشلك وكيهيئ لك ان غتوقع لك حاجات الا تخليتي هذيك الحاجه وتقدر تموت وتقدر يسكت لك قلبك وتقدر نتايا يجيك الافلاس وتقدر نتايا تنهار. ولكن حتى حاجه هادشي هي اوهام كيجيبها لك راسك وتخوفات تقدر كاع ما تكون، غير انت مكثرت ما عطيتي واحد القيمه اكثر من الحجم ديالها، بديتي كتوهم اشياء. فاش كتحرر راه كتولي تعيش الحياه بخفه. باش نتعلموا التخلي ونفكوا هذاك التعلق باي نوع من هذه الاشياء اللي كنا هضرنا عليها، عرف شنو اللي متحكم فيك. اول حاجه شنو هي هذه الحاجه اللي متحكمه فيك؟ واش انسان ولا مكان عمل ولا عاده سلبيه ولا افكار كما قلنا ما بقاتش كتخدمنا ولا كتزيد بينا حتى شي حاجه؟ ونتقبلوا ان راه كل حاجه في هذه الحياه هي مؤقته، كلها عندها وقت بما فيها حنايا كإنسان، ولأي حاجة إلى زوال. ثالث حاجة خدم على راسك، دائما طور راسك، دائما واكب التغيير، خدم على القيمة ديالك كإنسان، وعيش الحاضر
اخر حاجه انك تعيش الحاضر. ما تبقاش واقف على الماضي مشى ما غاديش يرجع. وما تبقاش تفكر في المستقبل في يد الله سبحانه وتعالى. ودائما عيش الحاضر، اللحظه الحاليه. هذا الشيء راه غيخليك مرتاح وكتحس حتى بالسكينه الداخليه. هذا الشيء اللي كنقول كله هو راه ماشي سهل باش تطبقه، ولكن راه ضروري. في الاخير نقدر نقول بان الحياه راه غادي تاخذ منك حوايج، سواء بغيتي ولا كرهتي، سواء كنتي موافق ولا ما موافقش. ولكن إذا تعلمتي ما تعلقش وتعلمتي أنك تخلى على الأشياء، غادي تبقى دائما واقف في حياتك. حيت أقوى حاجة ممكن توصل لها هي أنك تكون مكتفي براسك. أقوى حاجة ممكن توصل لها أنك تكون كتبغي راسك ومكتفي بالذات ديالك، وواصل السكينة الداخلية والسلام الداخلي، متفاهم مع راسك وقابل به كيف ما هو، بلا زيادة بلا نقصان. وسول راسك اليوم شنو هي الحاجة اللي خاصك تخليها باش ترتاح. وقبل ما نسالي الفيديو، كاين واحد الرسالة فلسفية قوية نبغي نعطيها لكم. أقوى إنسان ماشي هو اللي عنده كل شيء. الحياة راه ما كتعطيك كل شيء، باش نكونوا فاهمين. كيف ما قلت، أقوى إنسان ماشي هو اللي عنده كل شيء. أقوى إنسان هو اللي ما محتاج حتى حاجة باش يكون مزيان. وكيف ما قلت لكم، سولوا راسكم شنو هي الحاجة اللي انتم متعلقين بها وخاصكم تخليوها.